السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة في تربية الفراخ، وهي لو فراخك بتاكل وما بتحولش تعالج الموضوع ده ازاي. بس قبل ما نتكلم في الموضوع ده يا جماعة، أول حاجة يعني يا ريت لو بتسمع الحلقة تعمل لها لايك، تعمل لها شير، تعمل لها منشن لحد مربي انت تعرفه، علشان المعلومة توصل لناس كتير قوي. يمكن نحسن من وضع حد أو نوصل معلومة صح لحد. عشان ما اطولش عليكم ندخل في الموضوع، اهم حاجة ركز في الفيديو اللي قدامك اللي فيه الكتاكيت، عشان اللي هنتكلم فيه ده مهم قوي وهتلاحظوا مع اللي موجود عندك. طب يا جماعة، مشكلة ان الفراخ بتاكل وما بتحولش، او الفراخ ما بتكبرش، دي مشكلة بتبدي معاك من اول لحظة. واللقطة هنا في أول لحظة. أول لحظة دي يا جماعة لوصول الكتاكيت عندك في العنبر هي اللي بيتبني عليها الدورة بحالها معاك. نجاح الدورة كلته بيبدأ في أول 24 ساعة. أول 24 ساعة يا جماعة بتبدأ من قبل الكتاكيت. قبل الكتاكيت اللي هو تظبط المساحة بتاعتك، وتدفي عنبرك، تظبط الإضاءة بتاعتك، تضاف في الحضان بتاعك كويس، تبدأ تهوي الكتاكيت، تخلي فيه سنة أكسجين داخلة أو هواء جديد داخلة دايما حضانك، علشان يبقى الكتكوت لما يجي يلاقي بيئة مناسبة خصبة إن هو يتربى فيها. كمان لازم بعد الكتاكيت ما تدخل معاك تكون مساحة العلب بتاعتك كويسة، مساحة المية كويسة. وده هتتأكد منه بحاجة: بعد الكتاكيت ما بتنزل معاك ب 12 ساعة بتبدأ تعمل اختبار الحصلة، ولازم تكون كتاكيتك واكلة كويس في أول 12 ساعة، لأن في ناس بتستنى عليها 24 ساعة، وده بيكون عرض الكتكوت معاك لمشاكل كتير أوي. فبعد 12 ساعة تتأكد، تبدأ تمسك الكتكوت بتاعك وتعمل اختبار للحصلة وتشوف. لو الحصلة فيها أكل بس، يبقى عندك مشكلة في مساحة المية، تبقى مساحة المية قليلة. لو الكتكوت حصلته فيها مية بس، يبقى عندك مشكلة في مساحة العلف. يبقى مساحة العلف قليلة، عشان كده الكتاكيت شربت مية وما لقيتش علف تاكله. طيب لو مظبوطة يبقى الدنيا تمام معاك. طيب لو ما فيهاش لا أكل ولا مية ولا علف، يبقى عندك مشكلة فيه. يا إما الحرارة مش مظبوطة، سواء عالية أو منخفضة، أو إن اللهم صل على سيدنا محمد، او ان الاضاءة عندك ممكن مش مظبوطة. يعني لو الاضاءة قليلة، ففي اماكن مش بيوصلها الكتكوت، بتبقى مظلمة شوية او الاضاءة فيها قليلة، فالاماكن ديت بتتجمع فيها الكتاكيت وما بتقدرش توصل للاكل والمية. فدي بتسبب معاك مشكلة ان في كتاكيت ما بتاكلش او ما بتقدرش توصل للعلف والمية، فبيبدأ يحصل معاك تفاوت كبير أوي في الأوزان. كمان تذبذب الحرارة يا جماعة، ده كارثة كبيرة أوي. الحرارة طالعة نازلة، أو إن الحرارة نازلة أو طالعة، بيسبب معاك مشاكل في الموضوع ده. لو الحرارة عالية بيسبب عندك إجهاد، والإجهاد طبعا بينشط هرمون الكورتيزون. كمان الحرارة العالية بتنشط معاك الكورتيزون أو هرمون الكورتيزون، وده بيقلل المناعة معاك من الأول. كمان في حاجة اسمها هرمون أو ذاكرة الجوع في المخ عند الفراخ. إن المخ زي ما انتوا عارفين إن هو اللي بيشغل جميع الخلايا بتاعة الجسم. فهرمون أو ذاكرة الجوع ما بتنشطش عند الكتكوت بسبب الإجهاد، فما بيكمل معاك طول الدورة، متأخر معاك في التحويل. كمان لو الفراخ بردت منك هتبدأ تتجمع معاك، فهتبدأ ما تاكلش. لازم تظبط ده كله. ظبطت الموضوع ده هتلاقي كتاكيتك تمام، الا حاجة واحدة: ان الكتكوت الابيض يا جماعة كتكوت هو كسول بطبعه. كسول بطبعه بمعنى ايه؟ معنى ان لو الجو عنده مظبوط الكتكوت ده نايم 24 ساعة. لو انت ظابط له الحرارة وظابط له التهوية والدنيا تمام، فرشته نظيفة ناشفة، هتلاقي الكتكوت ده نايم 24 ساعة. منين ما هتبص عليه هتلاقيه نايم. ده مش خمول يا جماعة، هو طبع الكتكوت ده كده. فلازم انت في اول على الاقل 3 4 ايام تحرك الكتكوت كتير قوي عشان تحسه على الاكل والشرب. على فكرة لاحظها او اعملها وبص فيها وتأكد من المعلومة دي بنفسك: حرك الكتاكيت على الاكل. مشي فصل الكتاكيت هشها، تقوم تاكل وتشرب، اقعد 3 دقايق بس كده، وادخل هش الكتاكيت تاني، هتلاقيها قامت تجري على الاكل والميه كانها بقى لها يوم ما دقتش الاكل. فالحركه الكتير في اول يوم وفي اول اسبوع عموما، بس في اول يوم اهم حاجه، بتخلي كتاكيتك تتحرك كلها، وكلها تبدا تاكل وتشرب معاك وتبقى حيويتها عاليه.
فتبدأ تنشط عندها ذاكرة الجوع، فتني شغالة معاك على طول إن الكتكوت جعان، وتفضل عندها إشارة بالجوع، فتفضل على طول على الأكل والمية، وبكده تبقى أنت حققت الحاجات المهمة. كمان تبدأ تشتغل بقى على الفيتامينات والأملاح عشان تقدر تبني الجهاز العظمي اللي هيشيل العظم معاك. كمان تبدأ الفيتامينات هتزود معاك كمان الكتلة العضلية، أو تبني الكتلة العضلية اللي هي اللحم اللي بنتكلم عليه، لحم الصدر. وفي ده سبب كمان إن في فراخ بتبقى مسيفة يا جماعة، أو بنقول عليها مسيفة أو صدرها ضعيف، ده بسبب نقص الفيتامينات. يعني الفرخة ممكن تبقى كبيرة وزنها كبير بس صدرها رفيع شوية أو قليل أو صدرها خفيف زي ما بنقول، ده بسبب نقص الفيتامينات اللي أنت ما بتنزلهاش معاك باستمرار. فالكتلة العضلية في الفرخة بتبقى قليلة، فتلاقي الصدر ضعيف معاك. لازم تهتم بالفيتامينات. كمان الفرخ لازم ياكل بطبيعته، وياكل وهو واقف مش وهو نايم، ومش ما يكونش موطي. دايما العلف يكون في مستوى راس الكتكوت او رقبة الكتكوت زي ما بنقول، فالكتكوت يبدأ يرفع نفسه، يبقى شابب، وهو بيشب كده بيقف على رجليه وفارد جسمه علشان ياكل و او يشرب. يعني ترفع السقايات دايما تبقى بمستوى معين بالنسبة للكتكوت بتاعك، بحيث ان هو يطولها، بس عشان ياكل ويشرب يبدأ يبقى فارد نفسه كده، وبياكل ويشرب وهو فاتح صدره على العلافة او على السقاية بتاعتك. ان شاء الله بإذن الله لو عملت الحاجات دي وظبطتها وظبطت معاك جرعات الفيتامينات، وتنيتك متواصل معاها باستمرار، الفيتامينات اللي مطلوبة كلها فيتامين ه وسيلينيوم والف د وب كافكولين. مجموعات الفيتامينات دي اهم حاجة. في كمان مجموعات فيتامينات كتير قوي، انا مش عاوز افضل اقول اسامي عشان مش عاوز ادخل في شركات واعلانات للشركات. فمجموعات الفيتامينات مهمة جدا ان انت تشتغل عليها على مدار الدورة عشان تنشط الجهاز المناعي، عشان تبني الكتلة العضلية اللي هي بتتحول للحم معاك، علشان تبني كمان الجهاز العظم بتاع الفراخ بتاعتك، ويبقى الشاسيه كبير فيبدأ يشيل اللحم المطلوب معاك. انا عشان ما اطولش عليكم، نكون النهارده اتكلمنا في جزء مهم وشويه تفاصيل مهمه. ان شاء الله باذن الله انتظرونا في الحلقات الجايه، هنتكلم عن حاجات اكتر ومعلومات اجمل ان شاء الله باذن الله تعالى. وكده اقدر اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده هنتكلم عن حاجه مهمه في تربيه الفراخ، وهي لو فراخك بتاكل وما بتحولش، تعالج الموضوع ده ازاي. بس قبل ما نتكلم في الموضوع ده يا جماعه، اول حاجه يعني يا ريت لو بتسمع الحلقه